سلام حبيباتي، سلام مشتركاتي الغاليات متتبعات قناتي وصفة مع صابرينا. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكون صحتكم هايلة. وقبل ما نبداو لا فيديو تاعنا ما نساوش نصليو كامل على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما تنساونيش بلي جيم ولي كومونتير لا فيديو هكذا باه تطلع. كيما على بالكم رانا على ابواب الربيع، والعادة الجزائرية نديرو المبرجة والرفيس. اليوم راني جبت لكم وصفة تاع براج ولا مبرجة هايلة بواحد المكون سري كي ديروه لها تبان هذا وين طيبتوها تقعد لكم حتى سمانة. يعني تحافظ على القرمشة تاعها. هيا دوكا نروحو نبداو في الوصفة تاعنا. شوفوا عندي 3 كيلات تاع سميد، كيلت لكم انا بهذا البول تاع الشربات باللي كامل عندكم. شوفوا الكل كيلة نزيدوا لها مغرفة تاع فرينة. دوكا الفرينة هذه كيما على بالكم السميد ماهوش مليح خلاص هاد الايامات، نحسنوا السميد تاعنا بالفرينة. عندي ثاني مغرفة صغيرة تاع الملح، ولهنا عندي مبشور حبة برتقالة. هذا المبرجة تاعي رايحة نكهها بالبرتقال، جات بنينة بزاف بزاف هكذا باش تبان صح المبرجة تاع الربيع. شوفوا دركا نجيب كيلة تاع السمن نذوبو. كي ندير السمن ما نزيد لا زيت لا والو، يعني بالسمن رايحه تجيكم مقرمشه وحدها، لخاطرش السميد كيما على بالكم ما فيهش الماء، يعني فيه غير ليدام. واللي استعملت الزبده تزيد لها تخلي شويه هكذا ما تعمرش البول تاعها، تكملوا بالزيت. دركا نروحو نبسو السميد تاعنا مليح. دركا هذه الطريقه تاع التبساس لازم ديروها هكذا باش المبرجه تاعكم تجيكم مبسه مليح، يعني هذا سر من اسرار نجاح المبرجه. شوفوا تحكموا السميد تاعكم هكذا وهو بلا ما تزيدوا له الماء، يعني غير بهذاك ليدام. شوفوا كيفاش تحكوه هكذا. شوفوا لهنا هاني خليت لكم باش تشوفوا. شوفوا كي شغل راكم تعجنوا فيه هكذا، تحكوه في القصعه ثاني هكذا حتى تحسوه باللي ولا مشمخ، يعني لهنا الحبات تاع السميد تاعكم رايحين يتغلفوا مليح بهذاك ليدام. شوفوا ومن بعد نروح نزيد لها مغرفة تاع العسل، مغرفة كبيرة هكا تاع العسل ولا نص مغرفة. المهم هذه المغرفة نزيدوها باش تولي تطيب لنا حمراء، وهذا هو المكون اللي قلت لكم عليه. عندي مغرفة صغيرة تاع بيكربونات الصوديوم، ماشي خميرة الحلويات، بيكربونات الصوديوم. ودركا نجيبو كيلة تاع الماء، وشوفوا كيفاش نبداو ندخلو في الماء هذاك ونديرو غير بصبعنا، يعني ما نعجنوش هكذا، نخلطو برك. هذا ثاني السر الثاني باش المبرجة تاعكم ثاني تجيكم مليحة. شوفوا مع الاول رايحه تبان لكم هكذا خلاص الماء، مي خليوها ميم با دقيقه زوج راح تلقاو هذاك الماء نشف. ومن بعد زيدوا لها الماء هكذا بالشوي. مع الاول ديروا نص كيلو ومن بعد بداو زيدوا بالشويه بلا ما تعجنوا هكذا، غير خلطوها برك هكذا، حطوها فوق بعضها هكذا. شوفوا مع الاول راح تبان لكم راهي جاريه، مي هي ماهيش جاريه يعني في الحقيقه. شوفوا رايحين نخليوها الماء هذاك رايح يزيد يشرب. شوفوا لهنا كيفاش تبان لكم راهي جاريه. انا لهنا درت لها كيله تاع ماء، كيله كامله دات لي، ولا عاد السميد تاعكم ما يشربش رايحه يقعد لكم شويه برك من هذيك الكيله. لهنا نغطيوها بساشي ونخليوها واحد ربع ساعه هكذا، رايحين تشوفوها باللي شربت لكم هذاك الماء كامل. شوفوا لهنا نجيب التمر تاعي، التمر ثاني رايحه ندي هكذا كميه يعني تكفيني. انا لهنا كيلو قعد لي منه شويه. ميم شتو السمن ثاني تاع 500 غرام ثاني قعد ملي منه واحد الربع هكذاك. التمر خيروه يكون هذاك التمر الطري، ما تخيروش التمر اليابس. شوفوا درت له مغرفه تاع سمن ولا زبده كيما تحبوا ولا الزيت. درت له ثاني جلجلانيه محمصه، تحبوا ديروا كاوكاو كيما تحبوا ثاني.
ومن بعد زدتلو الماء. دوكا الماء أنا زدت مغرفة، عجنتو شوية، زدتلو مغرفة واحدة أخرى تاع ماء، زدت عجنتو شوية حتى تشوفوه بدا يتلاصق لكم في البلان دو طرافاي تاعكم، سما هكذا راهو مليح. يعني نزيدو نطريو مليح التمر تاعنا، ولا كان التمر تاعكم يابس زيدولو أكثر من هكذا. دوك كل تمر وكيفاه، أنا هذا التمر تاعي كان طري، ومن بعد ندهنوه بشوية تاع الزيت ونديروه هكذاك اون بول باش هكذا نروحو نستعملوه. شوفوا لهنا السميد تاعي انا نحيت شويه هكذا رايحه ندير قرصات تاع ربيع لولادي، والعجينه اللي قعدت لي نقسمها على زوج، هكذا ندير زوج قرصات. شوفوا الطريقه هذه، ومن بعد نروح نجيب ثاني التمر نحيت منه ثاني شويه، وثاني درت هكذا قرصة تاع تمر. المهم قرصة تاع التمر هذيك ولا تاع الغرس رايحة تساوي لكم واحدة من هذوك القرصات. شوفوا دركا نجيب القرصة تاعي الاولى تاع العجين نطرحها شوية، ونزيد نجيب الغرس تاني ولا التمر تاعي نزيد تاني نطرحه شوية، نحطهم هكذا فوق بعضهم هكذا بالطريقة هذه، هكذا باه بعد كي نحلوه يجينا سهل في الحلان هكذا. تبان لي يعني سهلة خلاص هكذا. دركا نغلف العجينة تاعي من الفوق بالساشي هكذا باش كي نحلها ما تلزقليش في الحلالة، ونبدا نحل في القرصة تاعي هكذا. دركا السمك تاع المبرجة تاعنا، يعني انا نحبها رقيقة ما نحبهاش هذيك المبرجة اللي تجي خشينة. دوك تشوفوا السمك اللي درت لها يعني جات مليحة، ما جات رقيقة بزاف ما جات خشينة. شوفوا ديروا هكذا تكيلو بصبعكم، ما توصلوش حتى الخط الفوقاني، يعني شوية ناقصة على هذاك الخط تاع صبعكم، واحد الان سنتيمتر هكذاك. ولا حبيتوها شويه خشينه طلعوا شويه فوق هذاك السمك. ديروا هكذا بيدكم هكذا من الفوق هذيك باش نشوف اسكو راهي قد ولا جهه طالعه على جهه. ومن بعد رحت جبت هذا الطابع طبعتها، ولا تحبوا تقطعوا بالموس كيما تحبوا. دوك الطابع هذا باش يجيكم الحبات تاعكم كامل كيف كيف. شوفوا لهنا السمك تاع المبرجه تاعي جات هايله. شوف كما قلت لكم انا ما نحبهاش يعني هذيك المبرجه الخشينه. نروحوا بيان سور نطيبوها. الطاجين درتو على نار متوسطه، درتها في هذا الطاجين تاع البي بي اف. دركا السر باش تجيكم هكذا حمرا وطيبه كامل كيف كيف لازم تقعدوا تحركوا هكذا مره على مره المبرجه تاعكم هكذا باش تحمر لكم كامل كيف كيف، يعني مع تحطوها ابداو حركوا فيها. لهنا رحت درت القرصات تاع ولادي تاع الربيع بنفس الطريقة اللي درت بها المبرجة، وشني هما قريصات صغار، ورحت هكذا زينتهم. درت هذه واحدة على شكل هكذا نجمة، ما باليش نجمة ولا المهم هكذا يجيو هذو الحواشي تاعها هكذا ماضيين. وهذيك درتها على شكل وردة، جبت هكذا مول تاع قلب ودرت لها به الحواشي بالطريقة هذه. دركا كل وحدة تبدع، يعني المهم نفرحوا الولاد. يا حسراه نهار كانت القرصة والطلاعة تاع الربيع ويدربيوها شكون اللي مازالت عندهم هذه العادة. حنا في الصيف مازالت، وشني انا لهنا المنطقة هذه اللي راني ساكنة فيها ما عندهمش هذه العادة تاع الطلالع، وما كانش ما من الربيع ما يديروهش. يديروا المبرجة يعني دايما يديروها، بصح ما يديروش هذه الربيع كي يدخل الربيع يديروها كالمبرجة والرفيس. المهم هذه هي المبرجة تاعي كي طابت. هام القرصات تاع ولادي كيفاش خرجوا، جات بنينه بزاف بزاف. ميم هذاك الكو تاع البرتقال عطاها يعني واحد البنه هايله.
شوفوا لهنا القوام تاعها، مع إنه كيما قلت لكم السميد شوية ماهوش مليح. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها. سلام.